الكيتشن من هنا. تمام، المفروض ان انا الكيتشن من هنا المفروض عاملينه زي باب جرار كده، منه ان هو يبان كأنه ديكور، وفي نفس الوقت يقفل لي يعمل لي زي خصوصية، لانه طبعا مفتوح على الريسبشن. الاخبار عاملين ايه؟ النهارده هنبتدي سيشن نمبر 11 رقم 11 من ورك شوب 3D Max for Beginners. المفروض ان احنا الورك شوب بتاعتنا هتبقى عن الشوت ده. المفروض الجزء ده هنشتغل على الريسبشن ده برضو في السبنيل، برضو هو موجود على الكافي ورك شوب بتاع اللي احنا شغالين عليها دلوقت، بتاعة الورك شوب اللي احنا شغالين عليها دلوقت. ده اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. المفروض ان النهاردة اول مرة هنتكلم عن خلينا نشوف بس كده. اول مرة هنتكلم ان احنا ازاي نعمل ندخل فايل الكاد للماكس، ونبتدي ازاي التفاصيل المهمة. كل ما اتعلمنا فروم سكراتش ازاي ندخل الداتا بتاعتنا مظبوط من الاول، ده هيفرق معانا كتير. في اللحظة دي بصراحة بحس ان انت كبيجنر او ادفانسد محتاج ان انت تكون بتشتغل بنفس السيستم ده. يعني مش الناس اللي هم مبتدئين هيشتغلوا بنظام والناس الادفانسد هيشتغلوا بنظام. لا، لازم انت تكون ما انت كل ما انت رتبت افكارك من الاول كل ما كان افضل ليك فيما بعد. طيب، انا دلوقتي معايا المفروض فايل كاد. خلينا هنا. تمام. اوكي. انا المفروض ان اي شقة، تمام، او اي بلان عندي. مثلا خلينا في الشقة حاجة الانتيريور، خلينا نتكلم exactly على حاجة معينة. مثلا احنا بنتكلم على بلان شقة. انا دايما بعمل ايه؟ دايما بعمل فايل للكاد جنرال. تمام، او فايل الكاد ده اللي هو ده. تمام، ده انا حاجة سيمبلي بسيطة خالص، لان انا اللي عاملة رفع المقاسات بايدي، وباجي بقوم رسمة البلان كده. طيب، فانا عارفة المقاسات وعارفة التفاصيل دي كلها. هنا ده الريسبشن. تمام، عندي هنا ده طرقة اهيت، وده مطبخ كيتشن، دي غرفة. تمام، غرفة ماستر، وهنا ده الدريسنج، وهنا ده تويلت. تمام، وده برضو المين باثروم. تمام، ودي غرفة بنت، وهنا من الريسبشن في غرفة ولد مفتوحة على بلكونة هنا على التراس عندي، وهنا برضو ريسبشن مفتوح على التراس. لو احنا بصينا هنلاقي اهوت عندي هنا غرفة اهي، غرفة الولد، وعندي هنا البلكونة. ولو بصينا على ايه هنا، ده اللي هو المدخل الرئيسي بتاعي هنا اهو. تمام، هنلاقي هنا عندي نفس اللي احنا كنا هنا. ده المفروض ان ده مدخل الجزء الكيتشن من هنا. تمام، المفروض ان انا الكيتشن من هنا المفروض عاملينه زي باب جرار كده، منه ان هو يبان كأنه ديكور، وفي نفس الوقت يقفل لي يعمل لي زي خصوصية، لانه طبعا مفتوح على الريسبشن. تمام، فكان الكلاينت كانت طالبة ان هي تعمل حاجة تانية، ان هي تحط على الجزء ده. تمام، قبل فتحة خلينا نبص من هنا. قبل الفتحة بتاعة الطرقة نعمل مثلا زي جدار كده، بحيث ان هو يبقى مداري على فتحة المطبخ. تمام، وفي نفس الوقت اللي قاعد هنا في الريسبشن ما يبقاش كاشف اللي في المطبخ. تمام، بدل ما يبقى الباب على المطبخ على طول دايركت. تمام، فاحنا كنا عملنا الاول اللي هو ده الديكور، فهي كانت عايزة اوبشن تاني. فكان الاوبشن التاني ان هي ده، ان هو عملنا جدار منه فيه زي ما احنا قلنا كده، هنا على طول مع جنب المدخل اللي هو اللوبي هنا. تمام، فانا ما كنتش حابة المقترح ده، لان هو ضيق لي الحتة اللي انا وانا داخل هنا، الجزء اللي هنا وانا رايح للصوفة بتاعتي او الجزء الريسبشن بتاعي، وانا جاي هنا لازم ابقى داخل بالعرض كده علشان اعرف ادخل للصوفة بتاعتي. فكان الافضل بالنسبة لي بدل ما نعمل جيبسن بورد، والجيبسن بورد ده هيبقى ضعيف،
فكان دايما كنت شايفه ان هنا لو عملت باب جرار منه فيه يبان ان هو ديكور، وفي نفس الوقت انا ما يعني عامله حاجه كويسه وشكلها لطيف، وفي نفس الوقت انا ما ضيقتش مساحه الدخول هنا للريسبشن بتاعي. تمام كده. فدي من الحاجات اللي بنفكر فيها اول ما بتمسك البلان بتاعك، يعني بتبقى عارف تقعد تتناقش مثلا مع الكلاينت اللي معاك، طب ممكن نعمل ايه هنا، عشان لازم تبقى متأكد ان انت البلان بتاعك ده متظبط كمعماري. يعني خلاص انت مش العميل مش عايز يعدل بعد ما تشتغل الديزاين. تمام. كل ما ناقشت العميل اكتر او ايا كان الشخص قبل ما تبتدي شغل ك 3 دي، كل ما كان يكون افضل ليك. تمام. اوقات كتير طبعا هيجيلك الفايل الكاد، مثلا انت بتشتغل في شركة او في مكتب ايا كان، فممكن في حد مثلا اللي هو درافتر او اللي هو بيشتغل عموما الكاد بيرفع هو المقاسات، وبيبقى مثلا هو اللي بيديك فايل الكاد. ساعات ما بيبقى الفايل مثلا بايظ، يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا خط كده مفتوح، اوبن كده مفتوح، وهكذا. تمام. فما تعدلش اي حاجه فيه، انت بس بتراجع الكاد وتتاكد ما تعرف منه مثلا الفراغ ده ايه. تمام. الفراغ ده ايه مثلا، وده ايه وده ايه، وتظبط التفاصيل، تبقى بتشيك على كل حاجه قبل ما تشتغل عليها. تمام. طيب احنا دايما بنقول ان قبل الشغل، والاهم من الشغل تظبيط الشغل. ايه هو تظبيط الشغل بالنسبه لنا؟ هو ان اليونت اهم حاجه، اليونت بتاعتي. طيب الفايل بتاعي ده بنتاكد، بنكتب اليو ان. تمام. ونعرف الفايل بتاعنا ده شغال بايه، بنبص كده بنلاقي بالميترز. تمام. هل انا هشتغل بالمتر ولا بالمليمتر، بالسنتيمتر، ايا كان بقى بتبدا تظبط على حسب الفايل اللي انت تشتغل فيه في الماكس. فانا بالنسبه لي زي ما قلت انا دايما بثبت يونت واحده عشان انا ما اتلخبطش، عشان تبقى كل الفايلات بتاعتي مظبوطه. تمام. طيب فانا لو جاي لي بالمليمتر، الافضل ان انا اعمل له السكيل بتاعي، اظبط السكيل بتاعي من قلب الكاد. طيب هل انا ما ينفعش اظبطه في الماكس؟ لا، ينفع عادي. تمام. نيجي كده نشوف لو فتحنا فايل الماكس، فايل جديد اهو خالص. تمام. اول حاجه بنعملها ايه؟ بنشيك مثلا والله انا عايز اليونت سيت اب بتاعتي، بنبص نلاقيها مترك سيستم ميترز. انا كده تمام، انا كده مظبط اليونت الاساسيه بتاعتي. لو انا معايا فايل والفايل الكاد ده بالسنتيمترز مثلا، تمام، وانا عايز اعمل السكيل بتاعي يبقى بالمتر، هبتدي ان انا اعمل من ايه؟ هدخل فايل من import ببتدي دي ده بجي. هنبتدي بقى نروح للفايل بتاعنا، تمام كده. هنقوم ضاغطين على الفايل ده ونقول له ايه؟ open. هلاقي عندي بقى ايه حاجه كده، بانل كده او تاب فتحت، مكتوبه اهو incoming file units. هتبدا بقى تعمل ايه؟ هو بيقول لك هو جايب الميترز. تمام. عايز بقى انت تظبط الفايل بتاعك، هو ممكن يبقى جاي مثلا بالفيت، فانت هتقول له لا والله انا عايزه ايه؟ انا عايزه بالميترز. وممكن دي لو مش معمول عليها تشيك بتعمل ريسكيل علشان يبدا يخلي لك الفايل بتاعك السكيل بتاعه باليونت اللي انت عايزها. تمام كده. كل دي حاجات قشطه. تمام. ما مش هنعدل عليها اللايرز بتاعتي السبلاين، بس انا مش هبقى محتاج اي حاجه تانية. هلاقيه عمل ايه؟ لو بصينا كده هنلاقي جه حط لي الفايل بتاعي قريب من الاوريجين بوينت، هي نفس المسافه اللي على الاوريجين بوينت او الصفر او الاكس والواي هنا. تمام. لو بصينا كده هنلاقي ان هو حاططهولي على نفس المسافه اللي هي في الكاد. فكل ما انت ظبطت الفايل بتاعك مثلا، يعني عملت كده، ضغطت عملت موف وعملت كده، نفس المسافة دي بالظبط هتروح هناك في الماكس. تمام. فمن الاساسيات ان انت قبل ما تعمل خلاص بقى انت الفايل بتاعك، قبل ما تعمل ليه سيف، الافضل ليك انك انت الكاد بتاعك يبقى متظبط قريب قوي عند الاوريجين بوينت. اوكي، يا ريتنا ما عملنا حاجه كده.
بعد كده تعمل ام، ان انت بحيث ان انت تبقى مظبطه بقدر الامكان. وقت لما تظبطه كده هتلاقيه ان هو ايه، راح نفس المسافه بالظبط عند الاوريجن بوينت. تمام. طيب في طريقه تانية، لو انا متاكد ان فايل الكاد بتاعي بالمتر وانا اليونت اللي انا هشتغل عليه بالمتر، او مثلا هو بالسنتيمتر وانا هشتغل بالسنتيمتر، بروح عادي جدا بمسك ده كده كأن انا ما دخلتش اي حاجة خالص للماكس. هروح عادي للفايل بتاعي وابتدي كده كليك ودراج للماكس واعمل له import فايل. هو بيقول لك اختار انت عايز تنزله فين بالظبط، فاقول له والله نزله لي هنا. تمام كده. نعمل ايه بقى؟ مبدئيا خلينا نقف في التوب. انا عندي بلان. الافضل والاصح اني انا بعمل زي برفع الفراغ كله. تمام. وبسيف الفراغ ده لوحده قبل ما اشتغل على اي حاجة. يعني خلينا ندخل كده على الفايل تاني ده كده. انا هنا احنا لسه كل ده هنشرحه، بس انا بقول لك يعني عموما هنا مثلا انا رفعت الفايل كله اهو، الفايل بلان عندي اهو، الريسبشن عندي اهو كده. خلينا نجيب حاجة قريبة عشان تبقى انت عندك ثانية واحدة. اهو لو جينا بصينا اهو، ثانية واحدة، هنلاقي ان هو عندي الريسبشن اهو، ان هو نفس الريسبشن اللي عندي هنا. تمام. طيب انا لما باجي اشتغل بتيجي تشتغل فراغ ليه؟ علشان برضو مهما كان قوة الجهاز بتاعك انت كده كده بتشتغل حتة لوحدك. يعني لو انت هتيجي تشتغل على الريسبشن، تمام، بتقوم فاتح الفايل ده بعد ما بتسيفه. يعني انا عندي لو جينا بصينا على الكاد هنلاقي فايل الكاد اهو، والماكس ده الفايل كامل اللي هو ده على بعضه. تمام. خلاص انا مثلا خلصت الريسبشن، تمام، وهدخل مثلا اشتغل في الكيتشن مثلا. هقوم رايح فاتح فايل جديد. انا بصوا انا بعمل مثلا ايه، الريسبشن فايل لوحده بيبقى البلوكات اللي انا اشتغلت بيها، الماتيريال، لو في ريلز انا بشتغله، او في انيميشن، او الريندر مثلا، الريندر صور لوحدها، بحيث ان انا الفايل بتاعي يبقى مترتب. والماكس اللي هو الفايل بتاع الجزء بتاع الريسبشن بس. تمام. طيب بدخل مثلا غرفة اطفال مثلا، الماستر بيدروم، ليه ماكس لوحده، تمام، فايل لوحده. بعمل ايه؟ بقوم رايحه فاتحه الفايل الاساسي بتاعي اللي هو ده، او هو ده. خلاص عندي الماستر، اقوم رايحه فاتحه الفايل وابتدي اشتغل على هنا من اول وجديد. تمام. فالفايل ده بقوم اول ما برفع عندي البلان كله بسيبه وبخليه لوحده، بفضل بقى اخد كوبي كده نسخة وانا بشتغل على فراغ. ده الافضل طالما مش هتشتغل مثلا الفايل ده كانيميشن مثلا، لا انت هتشتغله ماكس شطات مش اكتر. فانت مش هيفرق معاك ان انت تشتغل في البلان كله كتوتال، الا لو انت هتعمل حاجة فيما بعد. وممكن عادي تشتغل على فراغ لوحده، وبعد كده تعمل مثلا فايل وتلمي فيه كل الفايلات كلها بعد ما بتخلص، ودي ممكن نقولها فيما بعد. تمام. خلينا نشيل. المهم ان انت من اساسيات شغلك ان انت لما بترفعه ماكس بتقوم ماسك الفايل الماكس ده عامله سيف فايل لوحده مع الكاد، وتبدأ بقى تدخل في الريسبشن وتقوم عامله كوبي وتبدأ تشتغل. فهو الفايل بعد ما اشتغلت عليه بعمل ايه، الرقم العجيب ده. تمام. والفايل اللي يبقى فايل للريندر، وفايل مثلا ايه ده، ايه، دي الشطات اللي طلعت قبل وهنا مثلا دي الفايلات اللي انا كنت محتاجة منها بلوكات وكده، ودي هنا مترجماها عشان ساعات في فايلات كده انا ببقى عايزة استخدمها في حاجات تانية. تمام كده.
ما علينا، المهم ان انت كل ما انت مرتبت الفايلات بتاعتك كل ما كان افضل ليك. طيب انا دلوقتي معايا فايل الماكس. اول حاجة بتعملها بنعمل ايه؟ بنروح كده للسناب. احنا كنا قايلين طبعا ان احنا لو بنشتغل 2D بتبقى 2.5. تمام. طيب وبعد كده بنقوم بنتأكد ان السناب عندي معمول في الفيرتكس والاند بوينت ماشي، مش فارقالي. ونبدأ نروح للسبلاين لاين اوتوجراد. تمام، دي اول حاجة انت بتعملها. طب انت عندك البلان، اول حاجة بتعملها بترسم اوتلاين. تمام، للبلان عندك. ليه؟ انت اي شقة بيبقى ليها ارضية خرسانة وليها برضو السقف بتاعها خرسانة. الارضية دي الاساس بتاعتك مش السيراميك، لا احنا بنتكلم السيراميك ده بيبقى معمول على الارضية الخرسانة اللي هي مثلا نقول السكنس بتاعها 20 سنتي. وهكذا برضو السقف ليه سكنس برضو اللي هي الخرسانة عادي قبل الجبسون بورد 20 سنتي. ليه بقى؟ عشان بعد كده لو انت اشتغلت شوب دروينج تمام، يبقى انت التفاصيل دي بتطلع في الشطات لو انت خصوصا لو هتشتغل ريفت. تمام، فده بيبقى في الموضوع في الريفت ده بيبقى سهل جدا. فدايما اشتغل بالاساس والمظبوط. لما تيجي تشتغل كماكس انت بتترجم حاجة من الواقع، فلازم لما تيجي تفكر بشكل واقعي اكتر. تمام. طيب يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هرسم اوتلاين. ليه بقى؟ مش انا عندي السكنس ده حوايط، عندي دي الحوايط بتاعتي. طيب هل الحوايط بتاعتي بتبقى جنب الارض، يعني الارض بتبقى جايه من بره، ولا الحوايط دي بتبقى على الارضيه؟ على الارضيه صح. يبقى انا لازم لما هاجي ارسم الارضيه بتاعتي الخرسانه هتبقى من بره. وهكذا برضو السقف الخرسانة عندي بيبقى على الحيطة. تمام كده. يبقى انا عندي ايه بقى؟ اول حاجة هعملها ان انا ارسم اوتلاين كده على طول. هي هتلقط، انا بحب الفيرتكس على طول بتلقط. تمام معايا. عايز برضو عشان ممكن الكاد اللي انت بتشتغل عليه مثلا ما يكونش اللي يشتغل عليه مظبوط، تتأكد وكده بتضغط شيفت علشان تبقى انت ايه متأكد ان النقط بتاعتك مظبوطة. بس انا طبعا انا اللي رسمة الفايل فكده كده هو مظبوط. معلش بقى. طيب احنا كده عملنا اوتلاين للبلان صح كده. اول حاجة بنعملها بعمل كده بكبر النسخة. تمام، بكبر عندي ايه نسخة، وهنكبر نسخة كمان عادي في اي حتة وفي اي اتجاه، ما عنديش اي مشكلة خالص. هنقول ليه بعدين دلوقتي. تمام. طيب انا عملت خلاص اوتلاين للارض. تمام. ومنها برضو هناخد للسقف. هنبدأ بعد كده نعمل ايه؟ عملنا الارضية خلاص اهي، هنبدأ نبني عليها الحوايط صح كده. هنيجي نقف في البرسبكتيف كده، يعني لو احنا رحنا جينا عملنا اللاين وعملنا له اكسترود والسكنس بتاعنا 20 سنتي صح كده، وبعد كده هنرسم عليه الحوايط صح. فخلينا في الاكسترود ده دلوقتي نقفله ونطلع تاني من التوب. لازم وانت بترسم اي حاجة في البلان او بترفع الحوايط بتاعتك او بترسم بالسبلاين بتاعك، خليك في التوب هيبقى افضل فيو عندك. تمام. هنعمل هنا لاين. نبدأ بقى نعمل ايه؟ هنفعل السناب. اوكي، هنبدأ بقى نمشيها كده الحوايط بتاعتي كده. الحقيقة ان انا ايه بحب اقسمهم، ما بحبش امشي البلان كله يعني. هنقول ليه فيما بعد ان شاء الله كده. تمام. وتفضل بقى كده تعمل ايه
ترسم كل اللاينز بتاعتك من تاني. تمام. قلنا برضو لو انت مش متأكد من فايل الكاد بتاعك او اللي هو جاي لك عموما، بتبدأ تعمل شيفت وانت شغال علشان ايه الشغل بتاعك تبقى انت متأكد ان هو يطلع مظبوط. مش هقولك ابتدي ارسم الكاد من اول وجديد، لان ممكن ساعات ممكن يكون بلان ليفيلا، يعني دور اول ودور تاني، فصعب طبعا ان انت تيجي تشتغل الفايل الكاد بتاعك من الاول. هتبدأ تعمل كده. تمام. خلاص كده انت مثلا ده فاضل ده. هل انا بشتغل بالطريقة دي؟ لا، بس انت كليك بيجنر في الاول، انا بشوف ان الطريقة ديت كويسة قوي، وحتى لو مش بيجنر وادفانسد مثلا او عادي ممكن تشتغل بيها. يعني في طريقة تانية كده برضو فيها ناس بتحبها وفي ناس لا، على حسب ما انت هتبقى حابب. انت شوف انت ايه الافضل ليك والانسب ليك وابتدي اشتغل بيه. انت دايما اللي بتحط النظام اللي ينفعك واللي مناسب ليك. يعني انا ممكن اعمل حاجة انت تحس انه لا، هي ممكن تتعمل بشكل تاني افضل ليك. هتفضل كده تمشي بالاوتلاين اهو. تمام. لحد ما تروح تقابل النقطة التانية. دول مثلا دي هنقفلها مع بعض كده. انا بحاول دايما حتى في الشغل اللي انا كنت بشتغله معاكم قبل كده، ان انا ما بحبش ان انا اقعد اشتغل يعني اقعد اطول الكيتشر او السيشن اللي انا بديهولكوا. بحس ان انا ايه، لا مش عايزه ابقى ضيف تقيل. تمام. بس انا بشوف ان لا، يعني ديت بالذات لازم تبقى انت متابع، خصوصا للناس اللي اول مره تشوف مثلا احنا ازاي بنعمل الاوتلاين بتاع الوولز مثلا، وهكذا. اوكي. طيب انا هنا دلوقتي رسمت كل حاجة، فهاجي بقى عندي للبلان اللي هو الاساسي الكاد، هقوم ايه عامله له هايت سيلكشن. تمام. وهاجي بقى لكل دول كده، تعالوا لي كده هنعمل ايه، هنعمل اكسترود. هو طلع باخر فاليو احنا كنا حاطينها، فانا مثلا هعمل اكسترود 3 متر و10. هلاقي ايه بقى، ان احنا رسمنا حيطة مرتين عادي. لو قفلنا كده اهي. تمام. هنا برضو ممكن نكون رسمنا الحيطة مرتين اهي. تمام كده. طيب في حاجة بقى احنا ايه، حاجة غلط احنا عملناها. المفروض كنا احنا نرسم لحد هنا ونرسم لحد هنا. تمام. وبعد كده نفصل البلكونة بتاعتنا دي. يعني لو احنا كنا عملنا unhide all كده، عندي الجزء ده، لو كنا جينا وقفنا من التوب هنا. تمام. ورحنا عملنا لاين وفعلنا السناب اهو. تمام. وبعد كده عملنا هنا كده. وبعد كده عملنا ده كده. تمام. بحيث ايه بقى، بحيث ان انا اجي اوكي
هنعمل هاي سيلكشن. تمام. اوكي هنعمل له اكسترود. تمام. لا الاكسترود بتاعنا هيبقى 3 متر و10 برضو. دي بقى اللي ممكن نخليها ايه الاكسترود بتاعنا، ونخليه سي مثلا متر. تمام عشان بس نوضح الفكرة يعني. خليه برسبكتيف اهو. عندي كده كل حاجة تمام. هنا ده مدخل الشقة عندي، وبعد كده ده الريسبشن. هنا دي الطرقة، ده هنا الكيتشن بتاعنا، وده المنور، ودي اماكن الشبابيك بتاعتي. هنا عندي 3 شبابيك، الشباك بتاع التويلت ده، والشباك بتاع الويندو بتاع الماستر، والويندو بتاع الكيتشن. وبعد كده انا عندي هنا التويلت برضو تاني، وده الشباك بتاعه. ومن هنا دي غرفة البنت والشباك بتاعها، ودي الطرقة، وده الباب من هنا. بعد كده هنا عندي دي غرفة الولد والبلكونة من هنا. تمام كده انا كده شيكت على كل حاجة، الفراغات بتاعتي كلها كده تمام ومظبوطة. تمام. تمام. ايه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ خلينا بس نعمل اين هايد اول، هنلغي ده صح كده. في بقى حد تاني بنعمل كده، هنجيب البلان ده ونعمل مثلا كوبي منه عشان نشرح لكم حاجة كده معينة. في مدرسة تانية ناس بتعمل ايه، بيقوموا رسمين الاوتلاين زي ما احنا رسمنا كده، وبعد كده يجوا لكل يعني مثلا كده عشان برضو تبقى خلاص هما رسموا الاوتلاين بتاع البلان كله. تمام. ويبدأوا بقى مثلا يقوموا جايين رسمين ماشيين بقى كده على كل فراغ داخلي، مثلا عاملين كده كده. ده ايه؟ دي غرفة الولد. نقوموا مثلا رايحين للريسبشن سي مثلا كده كده. تمام. وهكذا مع بقية الفراغات. وبعد كده هنرسم بس كده بسرعة بشكل سريع عشان بس انا ايه افهمك ليه انا ما بفضلش الطريقة دي. للأسف هنا الباك سبيس عندي فيه مشكلة، بس ما علينا يعني، ممكن نبقى نفرغ منها البلكونة اهو. تمام. ويقوموا عاملين ايه بقى جايين لده. اوكي لا اهو، خلينا ده نعمل رايت سيلكشن. يقوموا جايين مثلا عاملين اتاتش ليه ده وليه ده مثلا. تمام كده. وبعد كده يقوموا عاملين من modifier list extrude، فيقوم مفرغ لي عادي. احنا لو احنا شلنا extrude وعملنا مثلا لاين من جوه كده اللي هي بتاع البلكونة، انا بس بعمل حاجة سريعة عشان بس اوضح للناس احنا ممكن نعمل ايه. تمام. ممكن نضغط نعمل اتاتش لده. تمام كده. ونعمل اكسترود فيبدأ يفرغ لي ده ايا كان بقى. ففي ناس بتشتغل كده على طول، فيبدأ يبقى عندي الحوايط اهي. شوف زي ما هي هنا هتبقى كل بقى ده كل ده هيبقى متفرغ. لو انا مسكت كده الاوت لاين، هنعمل ان هايد اول، ومسكت بقى كل فراغ لوحده كده، كل فراغ لوحده، كل فراغ لوحده، وعملته فهيظهر عندي. طيب انا ليه بقى ما بحبش الحوايط بتاعتي كلها تبقى ماشية مكملة بعض؟ في الطبيعي وفي النورمال عندي انت الحيطان ما بتتصبش كلها حتة واحدة، لا الجدار ده لوحده منفصل عن ده ومنفصل عن ده، عشان انا لو عايز اعمل اي ديكور اقدر ان انا اشتغل على الجدار ده لوحده او الحيطة دي لوحدها. ففي الطبيعي انا عندي الحيطان ما بتبقاش مظبوطة كلها حتة واحدة. ليه بقى؟ لو انا مثلا عندي في الريسبشن سي مثلا
عندي مثلا بدل ما هي طالعه بره كده، ممكن يكون عندي المكتبه دي تكون داخله في نص الحيطه. لما انا اجي بقى اشتغل عليها هنا، لازم اقعد اعمل بقى حوار بقى، يعني اقعد اعمل كده convert to editable poly، واقعد ابتدي اعمل مثلا اقطع هنا، وممكن مثلا وانا بشتغل اقوم مبوظه بقيه البلان. لا، طيب ما نيجي من الاول، يبقى انا اشتغل على جزء جزء. يعني حتى كمان في الطبيعي انا ما بحبش اخليها كلها قطعه واحده كده، لا، هتلاقوني ارسم الحته دي لوحدها، والحيطه ديت لوحدها، تمام، والجزء ده لوحده. ليه؟ عشان لو في عايز اعمل قطع، يبقى القطع في الحيطه دي بس، ما اضطرش ان انا ابوظ بقيه الوولز التانية عندي. كل فراغ هيبقى ليه شغل منفصل لوحده، تمام. فانا يبقى عندي اللي انا بشكل كلي اقدر ان انا اشتغل على طول على فراغ من غير ما يكون ماسك في فراغ تاني. وبحب دايما اشوف الطبيعي ايه، يعني انا في الموقع في السايت انا بشوف ايه على الطبيعة، بشوف الحيطان كلها لازقة في بعض، ولا الحيطة عندي بتبقى منفصلة لوحدها. الحيطة بتبقى منفصلة عندي، يبقى خلاص. اللي ممكن تلاقيه لازق مثلا هو العمود، خلاص عادي ممكن نعمل العمود بالحيطة. انما انا بشوف في الطبيعي ايه واعمله. ده هيسهل عليك حاجات كتير قوي. لاني انا في الاول مثلا كنت بعمل حاجات كتير كانت بتبقى غلط. يعني ممكن مثلا في بداية شغلي، مش عارفة، كان في مرة دفاية، فالدفاية كانت مرتفعة، ليه؟ ما كانش عندي خبرة شوية بالاساسيات. فانت حاول تفكر تقول انا دايما بلاقي الدفاية بتبقى فوق ولا تحت. فمش مجرد حاجة شكلها حلو، او ان انت فرحان بقى ان اللي انت بقى عندك فراغ وبقيت انك انت تعرف تعمل له اضاءة وهكذا. فلا، دايما فكر في الطبيعي. انا عندي الحيطة دي، تمام، وبعد كده العتبة دي مش لازقة في الحيطة، لا، ده العتبة دي انا عامل الطوب، وبعد كده عامل كده زي عتبة اطول شوية. مش عايزة ادخل في مسميات، علشان تبقى مرفوعة على الحيطة ديت، وبعد كده الحيطة ديت حيطة تانية لازقة فيها وهكذا، تمام. فانا بالنسبة لي يبقى في الطبيعة ماشي ازاي، فانا بعمل زيه في الماكس، لاني انا في الماكس في الاول وفي الاخر انا بفيجوالايز مثلا الحاجة اللي في الطبيعة، فالطبيعي ايه واعمله. فانا في الطبيعة عندي ما بتلاقي كل حيطة لوحدها، كل قطعة لوحدها، تمام. بعد ما بخلص بقى بتاتش عادي بقى كل ده اهو، اعمل convert to واتاتشه بقى اهو، اعمل له اتاتش، يلا امشي بقى كده، ادي الاجزاء كلها حتة واحدة، خلاص بقى عادي، تمام، سهلة. فانا طالما انا مبسطها من الاول، اقدر ان انا بعد ما اشتغل ابتدي اعمل اتاتش لكله والموضوع يبقى سهل. في بقى مدرسة تالتة. ايه هي بقى المدرسة التالتة؟ هقول لكم عليها. هنمسح بقى اللعاك كده كده. حب انا المدرسة التالتة دي، يعني في الانجاز، وبحبها وسهلة وسريعة. هنبص كده من علامة البلس عندي، هنيجي هنا في الجيومتري، هنيجي عندنا في ال AEC extended، هلاقي عندي كاتيجوري كده اسمها wall. هنقول ان بيقولي العرض الوول، السكنس بتاع الوول عندي 20 سنتي. الارتفاع بتاعها قد ايه؟ قلنا 3 متر و10، تمام. طيب انت عايز لما تيجي تمسك الحيطه دي تمسكها من السنتر ولا من الشمال ولا من اليمين؟ خلينا من اهل اليمين، تمام. هنقول بنكون محددين السناب بتاعنا، وخلينا من التوب، ونيجي مثلا نمشي نعمل ايه. هو بيقولك دلوقتي انت عايز الوول بتاعتك من اليمين، تمام. فانت لما هيجي ترسمها لازم تبقى انت كده، اوكي، لا، خلينا في التوب برضو كده. يعني هتمسك في اليمين كده كده كده، وتعمل اسكيب، تكمل في الاوردر تاني كده. شايفين الوول عندي بتترسم ازاي كده؟ اوكي اهي.
وبعد كده ابتدي اقول له كده، وبعد كده مثلا اقول له والله وقفها لي هنا. تمام. وبعد كده هنا كده، وبعد كده هنا، وبعد كده ارسم لي من اول وجديد هنا تاني كده 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 اهو. الموضوع بيبقى لذيذ جدا في دي كده. عايز توقف الوول بتاعتك، بتعمل اسكيب وتبدأ على طول في الاوردر بتاعك تاني. اهي الفيرتكس بتاعتك تعمل اسكيب اهو. يبقى هنا هنعمل من اليمين اهو، وهكذا. سوري كده. عايز تقف في الحيطة بتاعتك انت مش عايزها تكمل، انا عايزاها تكمل. هو مثلا كده، احنا قلنا اليمين كده، وعايزة مثلا تقف، فتقوم عامل اسكيب، وهو كده كده لسه مفعلك الاوردر بتاعك، وهكذا هتفضل عامل كده. تمام. نطلع بقى بسكيب اخر حاجة بقى كده، ونقوم شايلين السناب ونقوم باصين. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان احنا رسمنا كله مع بعض. ثانية واحدة عشان احنا عملنا حاجة فوق. تمام كده. فانا دلوقتي عندك 3 طرق هنشيل السناب. الطريقة الاولانية اللي احنا نعمل سبلاين. تمام. وبعد كده تقوم ماسك تعمل سيلكت اول وتقوم عامل لهم اكسترود، يا اما من الاي اي سي اكستنتد من وول، يا اما الطريقه الثالثه بتبدا تعمل الاوتلاين وتبدا تعمل فراغ. البلان الاساسي احنا مسحناه ولا ايه؟ اهو. خلينا نعمل كده. بتبدا مثلا دي الطريقه الثالثه، ان انت بتعمل اوتلاين للكاد عندك، وتبدا ترسم برضو اوتلاين لكل فراغ، وبعدين تعمل اتاتش لللاينز مع بعض، وتقوم عامل اكسترود فيقوم مفرغ لك كل الخطوات. فانا شايفه ان الطريقه دي صعبه قوي، يعني فيها خطوات كتير. شايفه ان انا لا ارسم السبلاين واقوم عامل اكسترود على طول، او ان انا امشيها بالوولز برضو بتطلعها لي كل حاجة لوحدها، وده من الحاجات البرفكت. مثلا هنا عندي عمود مثلا وحيطة، ممكن عادي اقف خلاص بقى احولهم ل editable poly. تمام. وابتدي مثلا امسك ده اتشو مع ده خلاص. اي حيطة مع اي عمود عايز تخليها حاجة واحدة، امشي على هذا النظام. عايز مثلا تبتدي بقى تاتش اي حاجة تانية معاك كده براحتك بقى. تمام. سهلة. خلينا نرجع كده تاني. فده كذا طريقة، شوف انت الطريقة المناسبة ليك ايه وابتدي اشتغل على هذا الاساس.